بسم الله الرحمن الرحيم. يا ذا الرشاد أمسك بدينك العظيم والزم ولا تجافي صراطه القويم. تأسى بالرسول في عشرتك النساء وارتقي بالمثول في محكمة الجزاء. تأسى بالرسول في عشرتك النساء وارتقي بالمثول في محكمة الجزاء. مر بالصلاة أهلا ثم اصطبر عليها، لا تقف فيها جهلا ولا تسئ إليها. 40 الذهبية. نقاط على الطريق، إشارات وعلامات. والمطلوب فعليك بالصبر، صبر على أخلاق زوجته السيئة، فإن الصبر مفتاح الفرج، وصبر منها على أخلاق زوجها السيء. عامليه على أنه زوج ناجح. عامل زوجتك بوضعها امرأة ناجحة. على الزوج ألا يحمل امرأته فوق طاقتها، وهي كذلك لا تحمله فوق طاقته، ليقدم كل منكما للآخر هدية. لا تجرح كبريائها، لا تهنها، ولا تضحك عليها، ولا تنشر أسرارها، لا تهمل قضاياها. عاشر قرين عمرك بالعطف والمعروف، اصبر لكره صدرك لا تظهر العزوف. يا أيها اللريب والحازم اللبيب، يا أيها اللريب والحازم اللبيب، إن لازم التأديب فراقب الرقيب، إن لازم التأديب فراقب الرقيب. لا تجعل القوامة تجرح الاستقامة، فتحمل الملامة وتفقد الكرامة. عظهن بالنوافع والهجر في المضاجع، لا تجعل القوارع في غضب النوازع. لنرفع شعارا لا للسآمة ولا للرتابة. على الزوجين أن يتحكم كل منكما في لسانه. الحوار بين الزوجين حيوي ومهم جدا. على الزوجين أن يرفع في حياتهما شعار القناعة كنز لا يفنى، قولا وعملا، كما قالوا وعين الرضا عن كل عيب كليلة، كما أن عين السخط تبدي المساوية. علمها، دربها، خذ بيدها، ليحرص كل من الرجل والمرأة على أن لا يتزوج أحدهما إلا ممن هو كفء له في السن والثقافة والمركز الاجتماعي، وأولها الكفاءة الدينية. تجنب الغيرة المدمرة. أغار عليك مني ومن نفسي وأنفاسي والمعاني، لينفق كل منكما ما استطاع باعتدال. حافظا على أسرار حياتكم الزوجية، لا تعب طعاما ولا هي تعيب هدية. إن المرأة ليست سلعة ولا أداة تسلية ولا لذة فقط. ما على هذا بنيت الحياة الزوجية. لا يتم استقرار الأسرة إلا إذا سارت على نهج الله تعالى. وعلى الزوجة أن تثني على كرم زوجها وأن تبالغ في مدحه، وكذلك الزوج. كلمات الحنان لها أكبر الأثر في حياة الزوجية. تجنب الإسراف في المطعم، أو الإسراف في المشرب، أو الإسراف في الملبس، أو الإسراف في الزينة والأثاث. تعلم المبادرة والتلقائية. أن يتجمل كل منكما للآخر. من أراد أن تستمر هذه الحياة الزوجية فأقيموا لذكر الله تعالى في بيوتكم نصيبا. اليقين المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم 40 الذهبية في السعادة الزوجية لفضيلة الدكتور طارق الطواري. صحابته والتابعين، وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا وارزقنا العمل بما علمتنا. حياكم الله أيها الأخوة في هذه الليلة المباركة في بيت من بيوت الله تعالى، ونسأل الله تعالى أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله تعالى في من عنده. فنسأل الله تعالى أن لا نقوم من مجلسنا هذا إلا وقد حطت عنا الذنوب والخطايا.
أيها الإخوة الكرام، بادئ ذي بدء نشكر الأخوة في محافظة حولي في الإدارة الثقافية، جزاهم الله خيرا مشكورين، على تنظيم مثل هذه المحاضرات التي تزيد في وعي الإنسان وتنمي ثقافته وعلمه. كما أن اختصاص هذا المسجد بالذات دون غيره في محافظة حولي بالمحاضرة دليل على الاهتمام بأهل هذا المسجد، وأنهم من أحق الناس أن يستمعوا إلى مثل هذه المحاضرات. نفعنا الله تعالى وإياكم بما نقول ونسمع. هذه المحاضرة عنوانها 40 الذهبية في الحياة الزوجية، وقد جمعت هذه 40 وهي 40 خصلة و40 طريقة، جمعتها بالاستقراء من كتاب الله تعالى ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن التجارب في الحياة الزوجية. وأسأل الله تعالى أن تكون هذه 40 سببا للاستمرار في السعادة في الحياة الزوجية، وأن تكون كذلك سببا للابتعاد عن المشاكل المتكررة التي لا يخلو منها بيت. فقد وقعت مثل هذه المشاكل لرسولنا صلى الله عليه وسلم، فتزوج صلى الله عليه وسلم وطلق، وآل صلى الله عليه وسلم، وراجع صلى الله عليه وسلم، وغضب من أزواجه، ونزل فيهم قرآن: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. وحذرهم الله تعالى تحذيرا شديدا، فقال: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. فوجود المشاكل في الحياة الزوجية أمر طبيعي في حياة الإنسان، لكن إذا أخذ الإنسان ببعض الطرائق وببعض النصائح الذهبية التي دل عليها القرآن الكريم، ودلت عليها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ودلت عليها تجارب العقلاء، فإنها بإذن الله تعالى ستكون سببا بإذن الله لتقليل حدة هذه المشاكل التي لا يخلو منها بيت. وقبل أن أدخل إلى هذا الموضوع لا بد أن أذكر أن الزواج نعمة ورحمة من الله تعالى، فهي آية من آيات الله تعالى، إذ يقول الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. فهي آية من آيات الله. فآدم عليه الصلاة والسلام مع بقائه في الجنة وخلوده فيها أول ما خلقه الله تعالى، إلا أنه لم يستغني عن زوجة يشاركها الأحاسيس والمشاعر، ويتكلم معها ويتخاطب معها ويستأنس بها، فخلق الله تعالى له من ضلعه خلق له حواء. وهذا دليل على أن الإنسان لا استغناء له عن جنس آخر، وهي المرأة يعيش معها. واجتماع الذكر بالأنثى يشكل أسرة وتكون نواة لمجتمع صالح. وقد ذكر الله تعالى في عداد المحامد للأنبياء أن خلقهم الله تعالى وجعل لهم أزواجا وذرية، فهي سنة الأنبياء. وعاب النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يوم أن أقسم أنه لا يتزوج النساء، فقال صلى الله عليه وسلم: وإني أتزوج النساء. بل كان من سنن الأنبياء أن يكثروا من زواج النساء، كما كان لسليمان عليه الصلاة والسلام 70 زوجة، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم 9 نساء مات عنهن صلى الله عليه وسلم. ولكن هذه المشاكل التي تتجدد في حياتنا أمر طبيعي، وربما كانت أمرا صحيا حتى نتآلف مع بعضنا البعض ونتقارب من بعضنا أكثر وأكثر. أيها الإخوة الكرام، وإلى هذه 40 الذهبية في الحياة الزوجية. هذه 40 ليست هي عصا موسى، وليست هي أداة ولا آلة سحرية يستطيع الإنسان من خلالها أن تتغير حياته كلها، وإنما هي نقاط على الطريق وإشارات وعلامات إذا أخذها الإنسان نسأل الله عز وجل أن يوفقه لحل مشاكله التي لربما تجددت في بيته وفي يومه وليلته. أول قضية من النصائح الذهبية في الحياة الزوجية، أو 40 الذهبية في الحياة الزوجية: أولا، ليكن شعار الزوجين مع بعضهما البعض قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إنك أيها الزوج حينما ترفع هذا الشعار أن الطرف الآخر الذي يعيش معك في البيت إنما تحب له الخير كما تحبه لنفسك، فتحب له السعادة كما تحب السعادة لنفسك، وتحب له الهدوء كما تحب الهدوء لنفسك، وتحب له الرضا كما تحب الرضا لنفسك. وكذلك المرأة إذا كان هذا شعارها: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، إذا كان هذا الشعار مرفوعا في البيت فإنه إن شاء الله تعالى سيكون سببا في قلة المشاكل وتردادها بينهم. ولا شك أننا حينما نتكلم عن النصائح فثمة قائمة طويلة عريضة للنصائح الخاصة بالزوج،
وثمة مسطرة طويلة للنصائح الخاصة للزوجة، لكننا هنا في هذه المحاضرة نجمع النصائح لكلا الزوجين ذكرا كان وأنثى. هذه النصائح تنفعهما بإذن الله تعالى. اجعل هذا الشعار مرفوعا في بيتك: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إن أحببت لنفسك الهدوء فأحب لزوجتك الهدوء، وإن أحببت لنفسك النظافة فأحب لزوجتك النظافة، وإن أحببت أن يحسن الناس بك الظن فأحسن الظن بالزوجة، وإن أحببت لنفسك الجنة فأحب لزوجتك الجنة. ثانيا، تعامل مع بعضكما أيها الزوجان تعاملا مبنيا على تقدير ظروف الآخر وقبول العذر منه وحسن الظن به. نعم، إن الإنسان إذا سبق سوء الظن في حياته فإن ذلك علامة لهدم بيتهما، وهذه بداية ومسمار في نعش نهاية حياتهما. ولذلك سبق دائما حسن الظن، وتعامل كل منكما مع الآخر وهو يقدر ظرف الآخر. فالمرأة تقدر ظرف زوجها عسرا ويسرا، والزوج يقدر ظرف زوجته مرضا وصحة، والزوجة تقدر ظرف زوجها في أحواله ومعاشه وسفره وغربته، والزوج كذلك يقدر حال الزوجة في تربيتها لأولادها وفي الضنك والتعب والشقاء التي تلقاه في تربيتها لأبنائها. ثالثا، إذا رأى أحد منكما من الآخر ما يغضبه فعليه أن يرضيه، وإن كان الشرع قد طلب من المرأة دائما أن تسرع لإرضاء الزوج، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. لكنه لا مانع أن ينزل الرجل من كبريائه وأن ينحني من برجه وعليائه وأن ينزل إلى المرأة ويرضيها، وهذا من كمال عقله وتمامه، فإن المرأة عاطفية بمشاعرها ودوافعها، والرجل عقلاني. وقد قيل عن المرأة أنها تحمل معها كيسين: الكيس الأول تحمل فيه حسنات الرجل وهو كيس مثقوب، والكيس الآخر تحمل فيه سيئات الرجل وهو كيس مليء. فكثير من الأحيان إلا ما رحم الله المرأة تنظر إلى سيئات الرجل وتحفظها فلا تنساها، وقد دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك إن أحسنت إليها الدهر كله ثم رأت منك شيئا لقالت ما رأيت منك خيرا قط. وهذا ليس على الاضطراد، لكنها طبائع في المرأة. ولذلك إذا أردت أن تستمر الحياة الزوجية بينكما فغض الطرف عن خطيئتها وتجاوز عن خطاياها، وهي كذلك لتغض الطرف عن خطيئتك، وليحاول كل منكما أن يرضي الآخر. لا نجعل الزمن عاملا في إرضاء كل منكما، وهذا يقع في كثير من البيوت، أنه إذا وقعت مشكلة أو نزلت بهما نازلة فإنهما يراهنان على الزمن ويجعلان الزمن كفيلا في أن يحل هذه المشكلة، وربما تفاقمت هذه القضية وتدخلت بها أطراف غير معنية فكبرت من هذه القضية. نعم، من أراد حياة زوجية سعيدة فليسعى كل منهما إلى إرضاء الآخر محتسبا بذلك الأجر من الله تعالى، ويعتقد أن في هذا الإرضاء تقربا لمولاه عز وجل. وعلى الزوجين أن يعامل كل منهما الآخر معاملة طيبة، وليعلم كل منهما أن من الصعب أن يجتمع في قلب إنسان واحد حب وكراهة، وحب وكراهة وصبر على المكروه، ولذلك لا بد من محاولة الترضي قدر المستطاع. رابعا، من أراد هذه القواعد الذهبية فعليك بالصبر، فإن الصبر مفتاح الفرج، واعلم بأنك إذ لم تصطبر طمعا صبرت قهرا على ما خط في القلم. والصابرون يوفيهم الله تعالى أجرهم يوم القيامة بغير حساب، وهم أكثر الناس وأسعد الناس قلبا وأكثرهم انشراحا، الصابرون على بلوائهم والصابرون على ما يقع عليهم. إن الصبر والوفاء من أعظم أخلاق الزوجة الصالحة ومن أعظم أخلاق الزوج الصالح. صبر على أخلاق زوجته السيئة، وصبر منها على أخلاق زوجها السيء. أعرف كثيرا من النساء صبروا على أزواج لا يصلون حتى صلوا على أيديهم، وأعرف كثيرا من النساء صبروا على أزواجهم المنحرفين أخلاقيا حتى هداهم الله وردهم إلى سواء الصراط. بل كثير من سلك طريق الجنة والهداية كان لزوجته السبب في هدايته وإرشاده إلى الطريق المستقيم. وعلى رأسهم عكرمة ابن أبي جهل، فقد كانت امرأته سببا في هدايته، فقد أخذت العهد والأمانة له من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة،
ثم ذهبت تطارده وهو طريدا في البر حتى وصلت إليه وهو على حدود جدة يريد أن يركب البحر يهاجر إلى الحبشة يهرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعطته العهد والأمان أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يقتله، وعادت به ولم يسلم بعد ولم تمكنه من نفسها، فتعجب منها ومن هذا الحب الذي فرق بينها وبينه الإيمان حتى أسلم على يدها رضي الله عنها، وأتت به قائدا فاتحا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصبر والتحمل من كلا الزوجين، وكم من إنسان صبر على زوجته وعلى لأوائها وعلى انحرافها فعوضه الله تعالى خيرا، إما بهدايتها أو عوضه الله تعالى خيرا بصلاح أبنائه. كما ذكر الله تعالى عن الزوجات أنك لعلك إن تكرهها ويجعل الله تعالى في ذلك خيرا كثيرا. قال ابن عباس: يجعل الله تعالى من ذريتها ولدا صالحا. خامسا، من أراد السعادة الذهبية في الحياة الزوجية عامل زوجتك بوضعها امرأة ناجحة، فإذا هي تنفث مواهبها كلها في عملها لتكون عند حسن ظنك بها. إن الزوج حينما يعامل الزوجة على أنها ماهرة في كل شيء وأنها جيدة في كل شيء، ذلك لا يضره شيء حينما يذكر فضائلها وحينما يمدحها بين الحين والآخر. وكذلك المرأة حينما تذكر فضائل زوجها وحينما تمدحه بين الحين والآخر. وليعلم الرجل والمرأة أن كل منهما يحب المدح، وإن كانت المرأة تحب المدح أكثر من الرجل. إن كلمة جمال وكلمة ثناء تكون كبلسم على امرأة تعالج فيها جفوة طويلة كانت فيما بينكما. سادسا، على كل من الزوجين ألا يتحدث عن الآخر بسوء، خاصة أمام أقارب هذا الآخر. عليهما كذلك أن يتجنب السخرية من بعضهم البعض. سمعت عن كثير من حالات الطلاق سببها أن المرأة تذكر زوجها بسوء عند أهلها، وأن الرجل يذكر امرأته بسوء عند أمه وعند أهلها. فما أن وصل هذا الخبر ونمت هذه الأخبار حتى انقلب بيتهم إلى جحيم. لا تذكرها بسوء لا عند أهلك ولا عند أهلها، وهي كذلك لا تذكره بسوء لا عند أهلها ولا عند أقاربها. إن ذلك من الغيبة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، ونهى عنها الله تبارك وتعالى في القرآن. تجنب السخرية من بعضكم البعض، لأن ذلك سيفقدكم الاحترام والتقدير فيما بينكما، سواء كانت هذه السخرية أمام الأولاد، أو كانت هذه السخرية أمام الجيران، أو كانت هذه السخرية أمام بعضكم البعض في حال وجود الشحناء والبغضاء. تجنباها جميعا، فإن الله تعالى ينجيكم من آثارها. سابعا، من أراد السعادة الزوجية وأراد أن يسلك طريقها فعليه ألا يحمل امرأته فوق طاقتها، وهي كذلك لا تحمله فوق طاقته. فكثير من النساء يظنون أن الرجل على كل شيء قدير، وهذا مثل قيل في النساء والأطفال يظنان أن الرجل على كل شيء قدير. وليس من العدل أن المرأة تحمل زوجها أكثر من طاقته، فتحمله أكثر من طاقته في الأموال، وتحمله أكثر من طاقته الجسدية، فهي تريد منه دائما أن ينفق عليها ليلا ونهارا، لا يدخر لمستقبله شيئا ولا يدخر لعياله شيئا. تريد منه كل سنة أن يسافر بها، تريد منه كل عام أن يغير أثاثها، تريد منه كل سنة أن يبدل قديمها، وهذا تكليف أكثر من الطاقة. وكذلك الرجل لا يكلف المرأة أكثر من طاقتها، فإنه إن كلفها أكثر من طاقتها خسرها وافتقدها. يريد منها أن تكون امرأة طباخة، ويريد منها أن تكون امرأة مربية، ويريد منها أن تكون امرأة معلمة، ويريد منها أن تكون امرأة تقوم على نظافة البيت، ويريد منها أن تذهب فتشتري أغراض البيت من السوق، ويريد منها امرأة عاملة، ويريدها امرأة للفراش في آخر الليل. هذا كله فوق الطاقة. فلم يفعل ذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وإنما وزعوا الأدوار. إن عنصر الاستمرار في الحياة الزوجية أن يقدر كل منكما طاقة الآخر، لا تحملها فوق طاقتها ولا تحمله هي فوق طاقته، حتى تستمر الحياة بصفو ومن غير أكدار بإذن الله تعالى. ثامنا، بين فترة وأخرى ليقدم كل منكما للآخر هدية. إن للهدية وقعا سحريا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال:
تهادوا تحابوا. وجاء في رواية تهادوا تحابوا تذهب الشحناء بينكم. ولو أن تكون هذه الهدية ابتسامة، ولو تكون هذه الهدية رمزية. إن قدم الحياة الزوجية يجعلها حياة متكلسة، يصيبها التكلس ويصيبها الجمود، فهي بحاجة إلى تنشيط وهي بحاجة إلى تجديد. ولذلك الهدية تجدد هذه الحياة. ولو كنت في غربة ما ضرك أن ترسل لها هدية، ولو كانت قريبة منك تراها في كل يوم وليلة وقد مضت على حياتكم الزوجية زهاء 20 عام، لا مانع من أن تهدي لها هدية، فالهدية كفيلة بأن تذيب هذا الجمود فيما بينكما. 9، احترم وليحترم كذلك ولتحترم هي كل ما يتعلق بالزوج وبشخصيته وبما تميزت به الشخصية من عادات وصفات. لا تجرح كبريائها ولا تهنها ولا تضحك عليها ولا على آرائها أمام الناس ولا أمام أولادها، ولا تنشر أسرارها مهما كانت تافهة. اتركها لما ترغب فيه هي من الحدود المعقولة. لا تتدخل في كل صغيرة وكبيرة من شؤونها الخاصة، وهي كذلك لا تتدخل في كل صغيرة وكبيرة من شؤونك الخاصة. أعرف كثيرا من البيوت تهدمت بسبب أن الزوجات يتدخلون في صغائر حياة أزواجهم، وأعرف كثيرا من البيوت تهدمت بسبب أن الأزواج يحتقرون زوجاتهم ويجرحون كبريائها ويهينها أمام الناس وأمام أولادها. إن التقدير هو مطلب شرعي، ولا يسخر كما ذكر الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء. إن السخرية باب لهدم الحياة الزوجية، ولذلك متى ما قدر الإنسان رأيها وقدر قولها وقدر خصوصيتها ولو كانت تافهة. إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسخر من عائشة وهي زوجة ملك وقائد ونبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان ارتضى أن يكون عبدا وليس ملكا. لم يسخر منها أن تحمل اللعب فتلعب باللعب وهي العهن من القطن تلعب بها. ولم يسخر منها صلى الله عليه وسلم أن ترتقي فتنظر من خلف كتفه على الحبشة وهم يلعبون بالحراب بالمسجد. ولم يسخر من عقلها حينما طلبت أن تسابقه وهو رسول الله ويفوقها سنا ب50 عام، ومع ذلك سابقها صلى الله عليه وسلم أو 40 عام، لكنه سابقها ونزل عند رغباتها ولم يهنها صلى الله عليه وسلم. إن الإهانة مدعاة للشحناء فيما بين الزوجين. 10، لا تثير جدلا تافها مع زوجتك بسبب أمر تافه. كثير من المشاكل سببها ملح في الطعام ما وضعته الزوجة في هذا اليوم، أو تأخرها عن موعد يريد الذهاب إليه، أو أنها لم تغسل له ثوبا، أو أنها لم تجهز له طعاما، فيؤدي ذلك إلى أن تقوم القيامة في بيتهم وتنشب المشاكل والمصائب بين الزوج والزوجة. لا تثير مشكلة على أمر تافه، كبر عقلك واجعل عقلك أكبر من أن تثار لأجله مشكلة على قضية ملح أو طعام أو غسل ثوب أو موعد تأخر. ودائما تذكر حسناتها، أن لها من الحسنات كما قال صلى الله عليه وسلم: إن المرأة خلقت من ضلع أعوج، وإن أعوج ما فيه أعلاه، فإن أنت جئت تقيمه كسرته، وكسرها طلاقها، وإذا استمتعت فيها استمتعت على عوج فيها. فانظر إلى حسناتها، إن ساءك منها خلق أعجبك خلق آخر. تذكر أنها أسعدتك في ليلك، وأنها وقفت معك في مشاكلك، وأنها في يوم من الأيام بكت من أجلك، وأنها سهرت الليل لأجل مرضك. فتذكر حسناتها دائما. وكذلك الزوجة إذا أرادت أن تستمر الحياة الزوجية فلتتذكر حياتها الزوج، تتذكر أنها لطالما سهرت الليل ترفع أكف الضراعة لله أن يرزقها الله تعالى زوجا صالحا فقد جاء فارس أحلامها، وتتذكر أنها لطالما ابتهجت وفرحت وزفت بشرى زواجها وخطبتها إلى زميلاتها وأصدقائها، ولتتذكر أنه من أجلها تغرب، وأنه من أجلها تحمل، وأنه من أجلها يكد الليل والنهار، لتذكر حسناته ولتنظر إليه بهذه العين ولا تنظر إليه بعين السوء. كما قالوا: وعين الرضا عن كل عيب كليلة كما أن عين السخط تبدي المساوية. عين الرضا عن كل عيب هي عمياء، لكنها عن السوء تغض النظر وعن الخير لا تنظر.
لذلك أيها الإخوة الكرام، من أراد أن تستمر حياته بسعادة فلا يثير جدلا على قضايا تافهة وقضايا لا تستحق أن تكون مثار جدل. 11، ليكن معلوما للزوج تمام العلم أن الإسلام أمره أن يرعى زوجته حق رعايتها، وأن يكون لها أرضا ذليلة وسماء ضليلا، وأن يكون لها قلبا عاشقا ويدا معطاء، وأن يشكرها دائما على حسن تدبيرها خاصة في خدمة الزوج والبيت والأولاد، وأن يلفت نظرها بين الحين والآخر للخطأ برقة إذا لمس منها بعض التقصير والإهمال، وأن يشعرها دائما بأنها أحلى النساء في عينيه، وبأنها تزداد كل يوم حسنا وجمالا، وأن حياته بدونها لا تساوي شيء، وأنه يدفعها دائما إلى صلة الرحم، وأن يجعل أسرتها أسرته، وأن يعجب بأكثر مما تعجب به، وأن يشاركها في هوايتها إن كانت لها هوايات، وأن يبدو وهو بعيد عنها كما يبدو وهو أمامها، وأن يركز كل عواطفه في زوجته وفي بيته، أن يحاول إشعال عواطف زوجته دائما بإظهار حبه لها وخوفه عليها وتأكيده لها بأنها دنياه، وبأنه يسأل الله أن تكون زوجته كذلك في الآخرة، وأن يجعل مصروفاته الشخصية في أضيق الحدود بحيث يفكر في أهله كما يفكر في نفسه، وأن يتعاون مع زوجته على تربية الأولاد، وأن يبذل ما استطاع من الجهود لكي يجعل زوجته وأولاده في حالة عالية من الرضا، وأن يكون قدوة صالحة للبيت داخله وخارج بيته. هذا إذا أراد حياة زوجية سعيدة. 12، لا مانع لدينا شرعا من تنظيم النسل أو ما يسمى بالتباعد بين الولادات، وهذا جائز عند أكثر العلماء بشرط أن يكون ذلك من أجل المحافظة على صحة المرأة والأولاد، ومن أجل قدر أكبر في القدرة على تربيتهم، لا خوفا من الفقر. وأما تحديد النسل خوفا من الفقر وخوفا من خروجهم فلا يجدوا طعاما فهو منهي عنه شرعا. أما أن يباعد الإنسان بين الولادات محافظة على صحة امرأته وسعيا وراء تربية أولاده فهذا مهم جدا، وهذا من العوامل الذهبية في تربية الأولاد، وكذلك من العوامل الذهبية في إسعاد الحياة الزوجية. أعرف أشخاصا جعلوا نساءهم تلد الواحدة بعد الآخر. نعم، هو رزق من الله يأتي ومعه رزقه، لكنه يطلب منك أن تربيهم، ويطلب منك أن تنشئهم، لا أن ترميهم على أمهم دون أن تهتم بهم. إن التربية الحقيقية الجادة هي التي يستطيع الإنسان فيها أن يشبع رغبات كل ولد من أولاده، فهذا لا بأس به أن يراعي الإنسان صحة امرأته فيباعد بين الولادات مراعاة في صحتها، وهذا من العوامل الذهبية في نجاح الحياة الزوجية. 13، لنرفع شعارا لا للسآمة ولا للرتابة في الحياة بين الزوجين. إن نزهة صغيرة أو مفاجأة بسيطة أو ما شابه ذلك تدخل السرور في قلب كلا الزوجين بما لا يخطر على بال أحد. وليكن شعارك دائما إن العاطفة الزوجية الصادقة لا تموت ولا تشيب ولا تهرم، فهي تبقى مع الإنسان ولو بعد وفاة زوجته. إن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له عاطفة متوقدة مع خديجة رضي الله عنها، وقد كانت تفوقه سنا كبيرا وماتت وظلت هذه العاطفة متوقدة ومشتعلة. كانت امرأة عجوز تزور النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة، فكان يحسن إليها، فقالت عائشة رضي الله عنها: من هذه يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنها من صويحبات خديجة. فقالت عائشة: يا رسول الله أبدلك الله خيرا منها؟ قال: لا والله ما أبدلني الله بخير منها. إن العاطفة ما زالت حية ومتقدة بينهما، ومع أنه كبر سنه وهاجر إلى المدينة وقد قارب 50 وماتت خديجة، إلا أن العاطفة ما زالت بينهما، لا للسآمة ولا للرتابة. عاطفة الزوجية الصادقة لا تموت، فإنها تجدد نفسها بنفسها. لذلك نزهة صغيرة وتغيير في أشياء كثيرة يجدد هذه الحياة، ولو كان التغيير في طريقة غرفة النوم، فبدل من أن تكون شرقية تتحول إلى غربية، وبدل أن تكون شمالية تتحول إلى جنوبية. وحتى في طريقة الطعام، بدل أن تكون على الطاولة تكون على الأرض، بدل أن تكون على السفرة تكون على الأرض، بدل أن يكون الطعام في البيت يكون في مطعم محتشم،
بدل أن يكون في مطعم يكون على البحر. إن تغيير الرتابة له دور كبير في تجديد وتنشيط الحياة الزوجية. 14، لا تهمل قضايا الحياة الزوجية، لأنك دخلت في شركة، وهذه الشركة بحاجة إلى رعاية منك قبل غيرك. إن مفتاح النجاح من أجل التغلب على الخلافات الزوجية هي المناقشة المعقولة الحرة والحوار الهادئ الرزين، الذي يجب أن يصبح أمرا لا بد لمن يعد نفسه للحياة العائلية أن ينظر إليه. فانظر إلى الطرف الآخر بعين الاعتبار، فانظر إليه بالعين التي تحب أن ينظر إليك، واسمع له بالأذن التي تحب أن يسمع لك. كلمه وكلمها، وليكلم كل منكم الآخر وقلبه يخفق. إن الزواج موطن ليس فيه مجال للبطولة، إنما يحتاج إلى اهتمام الشخص بشريكه الآخر الاهتمام الكافي، وأن يضع كل منهما نفسه على قدم المساواة مع الآخر، وليس هناك بطولة وليس هناك غالب ولا مغلوب. إن التفاهم والحوار والعقلانية يحل كثيرا من المشاكل التي تتجدد في الحياة الزوجية. ويحرص الشيطان أيها الإخوة الكرام على أن يشعل هذه المشاكل دائما في الحياة الزوجية، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان ينصب عرشه على الماء، ثم يدعو شياطينه وأبناءه فيجتمعون حوله، فيسأل هذا يقول ماذا فعلت أنت؟ فيقول فعلت كذا، يقول لا لا. فيسأل الثاني ماذا فعلت؟ يقول فعلت كذا، يقول لا لا. حتى يأتي أحدهم فيقول له ماذا فعلت؟ ما زلت بفلان أحاول به حتى فرقت بينه وبين امرأته، ما زلت معه حتى جعلتهم يتطلقون. قال أنت نعم تعال، فيقربه ويكون من الشيطان من المقربين. وقد قال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يئس أن يعبده الناس في جزيرة العرب، لكنه رضي بالتحريش بينكم، ولذلك يسعى الشيطان إلى التحريش بين الزوجين. يعيش كل منكما مع بعض في شقة واحدة أو في بيت واحد، فيسعى الشيطان جاهدا أن يحرش بينكما، فاحذر ذلك التحريش وحكم العقل في مشاكله. 16، التربية الروحية. وما أدراك ما التربية الروحية؟ التربية بالصلاة والصيام والذكر والدعاء وقراءة القرآن والمطالعة الدينية وعيادة المريض والصدقة على الفقير خصوصا، والإنفاق في سبيل الله عموما، مهمة جدا للمرأة قبل زوجها لكي تتأثر تأثرا بالغا وتأثرا كبيرا، خاصة أن المرأة كثيرا ما تكون مشغولة في بيتها وفي دارها وفي أبنائها، فهي بحاجة إلى أن تربيها تربية روحية. فيجب عليك أن تبقي عندها على الأقل الحد الأدنى الذي يزيد من أجرها. ساعدها على الصلاة، ساعدها على قيام الليل، ساعدها على الصدقات، ساعدها على ذكر الله والاستغفار، خلها تقوم بالليل وتصلي الليل وتصوم النهار. إن لذلك أثرا كبيرا في إبعاد المشاكل والشيطان عنكما في حياتكما الزوجية. 17، مهم جدا عند اختلاف الزوجين أن يتحكم كل منهما في لسانه. إن هذا اللسان وإن كان صغيرا إلا أن له خطرا كبير، كما قالوا إن اللسان صغير جرمه وله جرم كبير، كما قد قيل في المثل فكم ندمت على ما كنت قلت به وما ندمت على ما لم أكن أقول. ضروري جدا أن يتحكم كل منكما في لسانه فلا يقول به إلا خيرا. إنه لا يجوز ولا يقبل أن يقول أحدهما للآخر كلاما جارحا أو يسفهه أو يشتمه أو يطعن في نسبه أو يطعن في شهادته أو في ثقافته ازدراء. أضف على ذلك الكلام الفاحش والسب والشتم وغيرها مما هو ساقط وغير مقبول شرعا. 18، يجب على كل زوج أن لا ينسى بأنه إذا ساعد الآخر على حل مشكلة فإن الآخر سيساعده بإذن الله تعالى في يوم من الأيام على حل مشكلته. إنك حينما تقف مع الزوجة في حل مشكلتها التي تمر فيها اليوم، سواء كانت مشكلة في تربية أبنائها أو كانت مشكلة عائلية تخص أهلها، فإنك تذكر أنه في يوم من الأيام ستقف إلى جوارك وإلى جنبك فتحل معك مشكلة، فساعدها واحتسب الأجر وتذكر أنها في يوم من الأيام ستقف معك. 19، الحوار بين الزوجين مهم ومهم جدا،
وما أحسن الزواج الذي يلتقي فيه رجل يحب الحوار بامرأة تحب الحوار. البيت ليس حياة ديكتاتورية، وليس الزوج أسدا في أرضه ومربعه، فإن الذي يعارضه مصيره إلى الطرد. وإنما إذا كان الحوار بين الزوجين يتحاوران في أثاث بيتهما، ويتحاوران في سفرهما وحلهما وترحالهما، يتحاوران في مصروفهما، يتحاوران في تربية الأولاد، يتحاوران في ضعف إيمانهما، يتحاوران في التخلص من كل المشاكل، ليس لأحد أن يستبد برأيه على الآخر. 20 على الزوجين أن يرفعا في حياتهما قولا وعملا شعار القناعة كنز لا يفنى، وليعلم أن سعادة الحال ونعومة البال لا تتحقق بالدخل المادي الكبير ولا بالمستلزمات الأغلى، بل إن مستوى الأسرة الاجتماعي قد يكون عاديا وبسيطا، لكنك تجدهما زوجا وزوجة يهنآن في عيش هانئ بين شريكين يجمع شملهما تحت كنف الحب والعاطفة والعلاقات الزوجية المبنية على الوفاء والانسجام. ارفعوا كذلك هذا الشعار: القناعة كنز لا يفنى. إن السعادة لم تكن في يوم من الأيام بالشقق الواسعة الفارهة ولا بالأثاث الفخم مع نكد العيش، وإنما السعادة في الرضا والمحبة بين زوجين يحب كل منهما الآخر ويسعد كل منهما إلى لقاء الآخر. دليلك على السعادة الزوجية أن الإنسان إذا كان خارج البيت فإنه يكون شغوفا للرجوع إلى بيته ليلقى حبيبته وليلقى عشيقته وامرأته في الدار. ودليلك على حب الزوجة لزوجها أنها تشتاق إليه إذا تغرب عنها وابتعد عنها، فهي تنتظره في أقرب وقت أن يرجع إلى البيت. وأن الإنسان يكون سعيدا إذا جلس في بيته أكثر مما يكون سعيدا إذا خرج إلى الشوارع وإلى الطرقات. 21 لا تكن أيها الرجل ولا أيتها الزوجة كسولان، بحيث لا يتقن كل منكما أبسط الأمور في الحياة الزوجية. إن إتقان الرجل لبعض الأمور البسيطة في بيته يكبر من مكانته في عين الزوجة، فكونه يستطيع أن يصلح خللا في الإضاءة، ويصلح خللا في الكهرباء، ويصلح عطلا في المياه، هذا يكبر من مكانتك عند زوجتك. وكون المرأة تعرف في بيتها أن تطبخ له أكلة ووجبة يتغدى بها، وتجدد من مهاراتها، وتعرف أبسط الأمور في الغسل والتنظيف وكي الملابس وتصبينها، إن ذلك يزيد من العلاقة الحميمية بين كلا الزوجين. 22 حاول أن تهتم بالمناسبات السعيدة في حياة زوجتك بما لا يتناقض مع الشرع، مثل اليوم الذي تزوجتم به، ومثل اليوم الذي حملت فيه، ومثل اليوم الذي أنجبت لك فيه أول مولود. إن هذه المناسبات لها خصوصية في حياة الزوجة. إن هذه الأيام إذا تذكرتها فأعدت السعادة إليها. لا نقصد من ذلك أن تشعل شموعا وأن تخالف الشرع بإقامة أعياد ميلاد، لكن هذه الأيام يجب أن لا تمر عليك إلا وأنت تزداد في هذه الأيام سعادة بينك وبين زوجتك. 23 ليكن شأنك مع زوجتك كشأن المعلم مع تلميذه، والوالد مع ولده. علمها، دربها، خذ بيدها حتى ترفعها إلى مستواك الرفيع. ربما كنت أنت أعلى منها دينا، وأعلى منها التزاما، وأعلى منها ثقافة، هي بحاجة أن تأخذ بيدها إلى أن ترتقي إلى مستواك لتستطيع أن تجد منها الصديق الوفي والعشير الكريم. وقد وقفت على كلمة جيدة لأحد علماء التربية يقول: إن كثيرا من المشاكل التي تقع بين الزوجين سببها حينما تنشأ المشكلة يتحول الزوج إلى الأب الناصح، فيبدأ يقدم النصائح للزوجة وهي ثائرة، وهذا خطأ. يجب أن يتحول الزوج إلى الأم الحنون. فالزوجة عندما تثور بحاجة إلى عاطفة جياشة، بحاجة إلى أم حنون تضمها إلى صدرها أكثر مما هي بحاجة إلى أب ناصح يوجه لها النصائح. خذ بيدها دائما، دربها وعلمها حتى ترقى إلى مستواك. 24 ليحرص كل من الرجل والمرأة على أن لا يتزوج أحدهما إلا ممن هو كفء له في السن والثقافة والمركز الاجتماعي. وهذه الكفاءة معتبرة عندنا في الشرع. وجاءني شخص قبل فترة من الزمن ليست بالبعيدة، فأراد أن يتزوج امرأة،
ولكن بعدما درست حالتهما جميعا فوجدت ثمة فارق بينه وبين المرأة، فقلت له لا تتزوجها بسبب 3 فوارق. الفارق الأول الفارق الديني، أنت رجل عندك إقبال على الخير، تعتبر ملتزم، وهي ضدك تماما. الثاني الفارق الثقافي، هي تحمل شهادة الماجستير وأنت معاك الابتدائي، لربما وقع في نفسها نوع من التفاخر عليك في يوم من الأيام فأثر ذلك فيك. الثالث الفارق المادي، هي بنت عائلة تصرف يوميا ما لا يقل عن 50 إلى 100 دينار، أنت بالشهر ما تصرف المبلغ هذا، لا تتزوجها. قال لا أنا أتزوجها لأن البنت قريبة مني في النسب، فراعى الكفاءة النسبية وترك باقي الكفاءات، وأولها الكفاءة الدينية. وما أن تزوجا ما استمروا شهر حتى تطلقا. سألته فقال لي أولا السبب مظهرها ما يعجبني وما يناسبني. قلت له ما قلنا لك في افتراق بينكم في الدين، احنا قلنا لك من البداية. قال ثانيا أحذيتها الواحد ب50 دينار، أنا بالشهر ما أصرف 50 دينار. قلت لك يا أخي بينكم فرق في المادة. الثالث قال دائما تتفلسف علي بشهادتها، وأنت ليش ما تكمل شهادتك؟ قلت له يا أخي نصحتك أنا في البداية، قلت لك بينكم فارق ثقافي. لذلك على الإنسان، هذا للمقبلين على الزواج، عليهم أن يراعوا هذه الفوارق فإن لها أثرا في الحياة الزوجية. 25 تجنب الغيرة المدمرة بينكما، خاصة من المرأة، لأن غيرتها أعنف. إن المرأة كما يقال عنها في المثل إذا أحبت قتلت وإذا كرهت قتلت. تجنب هذه الغيرة. وهذه الغيرة توجد من الرجل أحيانا يوجد في الرجل غيرة على امرأته نظرا لأنها جميلة، أو نظرا لأن امرأته فيها صفات حميدة، فيبدأ يغار، ثم الغيرة هذه تتحول إلى شك. كما قال الأول وهو يتكلم عن غيرة امرأته، يقول أغار عليك مني ومن نفسي وأنفاسي والمعاني، يعني أغار عليك من كل شيء حتى من الهوى، ومن نفسي أغار عليك. هذه الغيرة تتحول إلى شك، فإذا رفعت السماعة من كثرة غيرته عليها شك بأنها تكلم إنسان، وإذا طرق الإنسان باب ولو بالخطأ شك فيها، وإذا اتصل فوجد التليفون مشغول شك فيها، وإذا خرجت لعزيمة فتأخرت شك فيها. هذه الغيرة المدمرة تقضي على الحياة الزوجية. وكذلك الزوجة إذا كانت تغار على زوجها غيرة مدمرة، كلمته امرأة في العمل، أو كلمته طالبة، أو كلمته امرأة سائلة، أو كلم امرأة في سوق، فإنها تدمر حياتها هذه الغيرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة بعدما خطبها، قالت أم سلمة يا رسول الله إني امرأة كبيرة، فقال كلنا دخلنا في الكبر. قالت يا رسول الله إن لي أولاد، قال ولدك ولدي. قالت يا رسول الله إني امرأة غيور أغار، قال أدعو الله أن يذهب غيرتك. هذه الغيرة أدعو الله أن يخففها، ما مشكلة تدمر الحياة. إذا وجدت الغيرة مفرطة تدمر الحياة. وربما كانت الغيرة من أقرب الناس، فكثير من الأزواج يغارون من ما تسمى بالحماة أو ما تسمى بأم الزوج، فيغارون منها. تغار من أمك أنت أيها الزوج من اتصالها فيك وذهابك لها، تغار من أخواتك، تغار من أخوانك، تغار من زملائك، وهكذا الرجل العكس. تجنب كل منكما الغيرة المدمرة. 26 لا تسمح لما يسمى بالحموات أو ما يسمى بالخالات أو العمات نسميهم، وهي أم الزوج وأم الزوجة، لا تسمح لهما في التدخل في حياتكما مهما كان السبب إلا بالإذن منكما. السبب المشكلة تبدأ صغيرة بين الزوجين، إذا تدخلت أم الزوجة لا شك أنها ستميل إلى ابنتها، وإذا تدخلت أم الزوج لا شك أنها ستميل مع ولدها. بعدين يصير أصحاب المشكلة بدل ما 2 صاروا 4. بعدين تقوم أم الزوج تنقل المشكلة لأخوات الزوج يصيرون 6، وتقوم أم الزوجة تنقل المشكلة لأخوات الزوجة يصيرون 10، وتكبر القضية وتصير مشكلة، وتتدخل الأطراف ثم يشوهون سمعتك عند الآخرين، وربما اصطلحتما بعد ذلك. كنت تصالحون أنتم، لكن تبقى سمعتك سيئة عند خوات زوجتك، وسمعتك سيئة عند أم زوجتك، وأنت نفس الشيء سمعة زوجتك سيئة عند أمك وعند أخواتك. لا تدخلهما في حياتك مهما كان إلا أن ترى ذلك مناسبا. وهذا خطأ. كثير من الأزواج كل صغيرة وكبيرة ينقلها الأمة، وكثير من الزوجات كل صغيرة وكبيرة تعطيها نشرة الصباح، صباحا في التليفون تعطي النشرة مفصلة لأمها. لا تسمح لهما بالتدخل في شؤونكما إلا في أضيق الحدود عندما تسمحوا أنتم بذلك، وتعاونا لوحدكما على تربية أبنائكما
بطاعة الله تعالى. 27 لينفق كل منكما ما استطاع باعتدال، فلينفق الزوج على زوجته وبيته باعتدال دون إسراف، ولتنفق الزوجة من مالها. ليس من الصحيح ولا من الجيد أن تكون الزوجة موظفة فتنظر إلى الزوج وهو ينفق أموالا طائلة ولا تساعده في نفقة بيته، هذا ليس لازما عليها، لكن ليس جيدا أن ينفق هو ولا تنفق هي. فلينفق كل منكما على الآخر باعتدال واحتسب الأجر من الله تعالى. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: درهم أنفقته في سبيل الله، ودرهم أنفقته على مسكين، ودرهم أنفقته على أهلك، أعظمها أجرا عند الله الذي تنفقه على أهلك. 28 حافظا على أسرار حياتكم الزوجية ولو بعد الوقوع في الطلاق، فإنه من المعاشرة الحميدة، كما ذكر الله تعالى: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فإن من التسريح بإحسان أن لا يذكر أحد منكما سر الآخر. إن الحياة الزوجية مليئة بالأسرار بين زوجين، فإن نشر هذه الأسرار في حال الخصومة وحال الغضب دليل على خرم المروءة بين كلا الزوجين. 29 لا تعب طعاما ولا هي تعيب هدية قدم بها الزوج، فلا تعب طعاما أمام زوجتك، بل امدحها بخبرتها بفنون الطهي، ولو كنت مجاملا في ذلك في بعض الأحيان، ووجه امرأتك لأن تقوم من نفسها. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما عاب طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه صلى الله عليه وسلم. هذا في الطعام، فضلا عن الشكل والهيئة، فضلا عن الترتيب. إن إعابتك لأعمال زوجتك هو نقص فيها بشكل غير مباشر، فلا تعب منها شيئا قط، ولكن استغل الفرصة المناسبة وقدم ما تريد واطلب ما تريد، ووجهها برفق ولطف دون ما تجريح. 30 في النصيحة لا بأس أن تأكل مع زوجتك، فتأكل معها وتشرب معها، وربما شربت من الكأس الذي شربت منه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فإن عائشة رضي الله عنها كانت تشرب من الكأس، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يضع فمه على موضع فمها من الكأس، وربما تعرقت عرقا من لحم، يعني عضت عضة ونهست نهسة فعض العرق في موضع عضتها، وربما اضطجع صلى الله عليه وسلم في حجرها فقرأ القرآن وهي حائض، وربما مسح على رأسها صلى الله عليه وسلم. وهذا يؤدي إلى الألفة بين الزوجين. لا بأس أن تأكل مع الزوجة في مائدة واحدة، وأن تطعمها بيدك، كما قال صلى الله عليه وسلم: أطعمها مما تطعم واكسها مما تكسو. قال الإمام النووي في ذلك أن هذا دليل على التلطف بين الزوج وزوجته حينما يرفع اللقمة إلى في امرأته. قالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته وله أجر؟ قال: نعم، حتى اللقمة يرفعها الرجل إلى فم امرأته، أو قال إلى في امرأته. قال النووي في ذلك تلطف، ولا هي تقدر تأكل، تقدر تأخذ اللقمة وتضعها. قال: لا، هو يرفعها فيضعها في فم امرأته، وهذا نوع من التلطف. 31 يجب أن يعلم الرجل حتى لا يحتقر المرأة، والمرأة من أجل أن ترفع من مستواها العلمي والإيماني وحتى تكون كما يحبها الله معا، أن المرأة ليست سلعة لمتعة الرجل. لا بد أن تفهم هذا. المرأة مو سلعة للتمتع الجنسي، وليست هي بضاعة ليطعها الرجل ويأخذ حاجته وينصرف منها. ما على هذا بنيت الحياة الزوجية. ليست سلعة ولا أداة تسلية ولا لذة فقط، وليست مجرد خادمة عنده فقط. إن المرأة لها رسالتها تؤديها كما أن للرجل رسالته. إن الله خلق النساء والرجال جميعا ليعبدوه سبحانه وتعالى، فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. المرأة أراد الله تعالى منها أن يكونوا مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات. أراد الله من المرأة أن تكون تقية مؤمنة عابدة، بالإضافة إلى دور آخر تقوم به وهي تربية أولادها. 32 لا يتم استقرار الأسرة إلا إذا سارت على نهج الله تعالى. إن كثيرا من الناس تمتلئ بيوتهم بالمعاصي، فالبيوت ملأى بالتماثيل والتصاوير،
وربما كانت فيها الكلاب، وربما كانت فيها النجاسات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيت فيه كلب أو صورة. قال بعضهم: أي تمثال. هذه البيوت التي لم تقم على طاعة الله من الطبيعي جدا أن الشياطين قد عششت فيها، فهم يسهرون ليلا على البث الفضائي وعلى متابعة التمثيليات والمسلسلات، ويسهرون دون انقطاع، ولا يصلون الفجر في جماعة، ولا يقيمون لله تعالى حدا ولا شرعا، وبعد ذلك تقع بينهم المشاكل فيبحثون عن حلول. إن المشاكل سببها هو البعد عن طريق الله تعالى. قال الله تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم. أخبركم على أي بيت تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. نعم، إن البيوت التي لا تقم على منهج الله هي بيوت عششت فيها الشياطين واستحوذت على أهلها فأبعدتهم وسارت بهم إلى طريق الهاوية، وسيقعون في الهاوية إن عاجلا أو آجلا. ولذلك لا يتم الاستقرار إلا بالسير على منهج الله تعالى، والسير على ما يحب الله تعالى ويرضاه. وليس في الحياة الزوجية مواد دستورية ولا قوانين يحتكمون إليها إلا قانون ربنا سبحانه وتعالى وشريعة الله تعالى التي بنيت على المودة والرحمة والجهاد والاجتهاد والتضحية بين كلا الزوجين. ومتى ما كان الدين بين الزوج وزوجته فمهما اختلفا وتدابرا وتعقدت أنفسهما فإن كل عقدة لا تجيء إلا معها طريق لحلها بإذن الله عز وجل. فإن المرأة المسلمة هي التي ترجع إلى زوجها، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا عن المرأة إن غبت عنها حفظتك، وإن غضبت عليها قالت: والله لا أذوق غمضا حتى ترضى عني. 33 الرجل مهما أعطاه الله تعالى لا بد له أن يتزوج حتى تكتمل راحته ويكتمل توازنه النفسي والبدني. وإذا كان الزوج فيه ما فيه من التعب والمشقة فإن الحياة ليس لها معنى كبير بدون الزواج. ومتاعب الزواج تكون رجالا ونساء في آن واحد، فضلا عن أن السعي على شريك الحياة وعلى الأولاد هو في مرتبة الجهاد في سبيل الله. هذا هو 33. عليك أن تفهم أن الحياة الزوجية على ما فيها من تعب، إلا أنها ستخرج جيلا عظيما وستخرج أبناء وبناتا، وأن السعي على امرأتك وتكوين حياتك الزوجية هو نوع من الجهاد في سبيل الله تعالى من حيث الأجر عند الله تعالى. ومن قال أن العزوبة أفضل من الزواج ذاك كلام لا دليل عليه لا من شرع وليس له رصيد من الواقع، بل يكفي أن الزواج شرعه رب العالمين للناس وجعله سنة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 34 يجب أن يحرص الزوج على أن يكون وسطا بين زوجته وأهله هو، فلا يسمح لهم أن يظلموها كما لا يسمح لها أن تظلم واحدا منهم. وأعرف كثيرا من الفتيات طلبنا الطلاق بسبب أنها يوم أن سكنت مع أهل زوجها جعلها سلعة وعرضة لأن تظلم من قبل أهل زوجه من أهل الزوج. فالأخ يتكلم عليها، والأخت تشتم بها، وعمتها أو خالتها أو حماتها تشتم بها وتفرض الأوامر عليها. على الإنسان أن يكون وسطا بين زوجته وبين أهله، لا يسمح لهم أن يظلموها كما لا يسمح لها أن تظلم واحدا منهم. أما بين الزوج والوالدين فإذ لم يستطع الزوج التوفيق فالأفضل الميل بدون مبالغة إلى جهة الوالدين ولو تم ذلك على حساب الزوجة. 35 الزواج الذي لا يكون فيه تعاون بين الزوجين على طاعة الله في صلاة وصيام وقراءة قرآن ودعاء وفعل خير وصدق مع الله ومع الناس، ويمتلئ هذا الزواج بالإيثار والتضحية وغيرها، فهذا ليس زواجا، أو هو زواج أبعد ما يكون عن بركة الله تعالى. فلينتبه الزوجان إلى ذلك وليطبقوا هذه المعاني قدر المستطاع في حياتهما الزوجية. 36 كلمات الثناء والشكر لها أبلغ الأثر في كسر الجمود في الحياة الزوجية، فإنه يمكن للزوجة الحكيمة الذكية
أن تثني على كرم زوجها، وأن تبالغ في مدحه والحديث عنه، وأن تتكلم عن عطفه، فتقول: أنت قد غمرتني بفضلك ورعايتك، أنت الذي أكرمتني بعطاياك وهداياك، أنت لم تترك في نفسي حاجة إلا وقد جلبتها لي، لا أعرف كيف أشكرك على هذا الكرم وهذا الحنان، إن كل ما أشتهيه وأطلبه أتحصله عندك. وكذلك الزوج، هذه الكلمات كلمات الحنان لها أكبر الأثر في حياة الزوجية في حدود المعقول وفي مقدور كل منهما، وفي ذلك يستسلم كل منهما إلى الآخر فرحان جزلا وجذلا بما يقول. وهذه الكلمات قد تكون أفضل مليون مرة من الكلمات التي تثير الغضب وتثير الحساسية وتثير الاشمئزاز، وفيها العتاب وذكر التقصير والمقارنة بينها وبين الزوجات الأخريات، أو المقارنة بين الزوج والأزواج الآخرين. ويبارك الله تعالى في الحياة الزوجية التي تقوم على طاعة الله تعالى. 37، تجنب الإسراف قدر المستطاع. الإسراف في المطعم، أو الإسراف في المشرب، أو الإسراف في الملبس، أو الإسراف في الزينة والأثاث، أو حتى الإسراف في الأموال، وحتى قال بعضهم الإسراف في الصداقات، في صداقات طويلة عريضة وقائمة لا تنقطع من العلاقات. تجنب الإسراف، فقد قال الله تعالى عن المسرفين والمبذرين: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وقال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. الإسراف في كل شيء مذموم، ولذلك أمر الله تعالى بالاقتصاد: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. إن الاعتدال مطلوب في كل الأحوال. 38، تعلم المبادرة والتلقائية. لا تنتظر من الزوجة أن تطلب فتحضر لها ما تريد، وهي لا تنتظر من الزوج أن يطلب فتحضر له ما يريد. تعلم من عند أنفسكما المبادرة والتلقائية في تحقيق ما يريد كل منكما للآخر. 39، العناية بالنظافة لكلا الطرفين مدعاة لاستمرار المحبة. جاءت امرأة إلى عمر الخطاب رضي الله عنه فقالت: يا أمير المؤمنين طلقني من هذا. فاستدعي الرجل، فلما رآه عمر فإذا هو ثائر الرأس ثائر اللحية، فقام أمير المؤمنين رضي الله عنه وهذب من رأسه ولحيته وغسله وطهره ونظفه وألبسه أحسن اللباس، ثم استدعى امرأته فلم تعرفه من جماله، فبينما هو جالس عند أمير المؤمنين ودخلت المرأة مسك يدها، فقالت المرأة وهي لم تعرف الرجل: إليك عني يا هذا، اتق الله، أتفعل ذلك بين يدي أمير المؤمنين؟ فقال عمر: هذا زوجك يا أمة الله، ترغبين به؟ قالت: نعم أريده. فقال عمر: إنهن يحببن أن تتجملوا لهن كما تحبون أن تتجمل لكم. نعم، إن المرأة تحب في الرجل الرائحة الطيبة والمظهر الحسن الأنيق. لماذا تعجب في كثير من الرجال ولا تعجب في زوجها؟ لإهماله للنظافة الداخلية والخارجية. وكذلك الرجل يعجب من امرأته أن يرى منها ريحا جميلا طيبا، ويعجب حينما يأتي إلى البيت يراها قد تغسلت وتنظفت وتطهرت وتزينت لاستقباله. لماذا يرى الحسنوات والجميلات في الخارج ولا يرى هذا الجمال في زوجته؟ نعم، هي تكون في طبخها وشؤونها، لكنها إذا فرغت من ذلك استعدت للقاء هذا الزوج. إن النظافة عامل أساس من العوامل في استمرار الحياة الزوجية. وأخيرا وليس آخرا، من أراد أن تستمر هذه الحياة الزوجية فأقيموا لذكر الله تعالى في بيوتكم نصيبا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. إن البيوت التي فيها ذكر الله وفيها قراءة القرآن وفيها الصلاة وفيها بعض العبادات هي بيوت مرضية، وهي بيوت تدخلها الملائكة وتخشاها الرحمة. جاء حنظلة رضي الله عنه وهو صحابي جليل ويسمى بغسيل الملائكة، جاء وهو يمشي في الطرقات فلقي أبا بكر رضي الله عنه، فقال حنظلة لأبي بكر: يا أبا بكر. نافق حنظلة، قال: وما ذاك؟ قال: يا أبا بكر، إن إذا كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأننا نرى الجنة والنار، ثم إذا ذهبنا إلى بيوتنا ونسائنا نسينا كل ذلك. قال له أبو بكر: وأنا أجد ذلك.
فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، اشتكوا إلى رسول الله فقالوا: يا رسول الله، إذا جلسنا معك كأننا نرى الجنة والنار، إذا مشينا إلى بيوتنا نسينا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تكونوا في بيوتكم وفي الذكر، والحديث في مسلم، كما تكونوا عندي لخاطبتكم أو لصافحتكم الملائكة في الطرق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: على السرر وفي الطرقات. لو تكونوا في بيوتكم وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على السرر وفي الطرقات. قال النووي في شرح هذا الحديث: أي لو تنقلوا حلقات الذكر إلى بيوتكم كما يكون عندي في مسجدي حلقة ذكر لحضرت الملائكة وصافحتكم على فرشكم وفي طرقاتكم، ولكن ساعة وساعة. ولذلك إذا أردت حياة زوجية فاجعل للذكر نصيبا في بيتك، اجلس مع زوجتك وأولادك ولو مرة في الأسبوع، امسكوا القرآن واقرأوا قصار السور، اجلسوا حلقة مع بعض مستديرة، بدل أن تستديروا في كل ليلة على التلفاز ومشاهدة الفضائيات ومتابعة أخبار الإنترنت وألعاب الأطفال والجلوس يوميا على الطعام. اجلسوا مرة واحدة على مائدة الله وعلى ذكر الله تعالى، تحل عليكم الرحمة وتنزل عليكم السكينة. نسأل الله تعالى أن يحفظنا جميعا، وأن يجعل بيوتنا بيوتا مرضية، وأن يبعد عنا الشياطين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، انصرنا على من عادانا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين. شكر الله لكم حسن استماعكم، وشكر الله فضيلة المشايخ الجلوس، وجزاكم الله خير. نلقاكم في مرات قادمة. أحسن الله إليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وتفضلوا بقبول تحيات إخوانكم بمؤسسة اليقين للإنتاج الإعلامي والتوزيع. هاتف رقم 605-666-9، فاكس 605-1110. ولا تنسوا أن حقوق النسخ محفوظة. تأسى بالرسول في عشرتك النساء، وارتقي بالمثول في محكمة الجزاء. مر بالصلاة أهلا ثم اصطبر عليها، لا تقف فيها جهلا ولا تسئ إليها. مر بالصلاة أهلا ثم اصطبر عليها، لا تقف فيها جهلا ولا تسئ إليها. يا ذا الرشاد، يا ذا الرشاد، يا ذا الرشاد، أمسك عاشر قرين عمرك بالعطف والمعروف. اصبر لكره صدرك، لا تظهر العزوف. عاشر قرين عمرك بالعطف والمعروف. اصبر لكره صدرك، لا تظهر العزوف. يا أيها اللريب والحازم اللبيب، يا أيها اللريب والحازم اللبيب. إن لازم التأديب فراقب الرقيب، إن لازم التأديب فراقب الرقيب. لا تجعل القوامة تجرح الاستقامة، فتحمل الملامة وتفقد الكرامة. عظهن بالنوافع والهجر في المضاجع، لا تجعل القوارع في غضب النوازع. لا تجعل القوامة تجرح الاستقامة، فتحمل الملامة وتفقد الكرامة. عظهن بالنوافع والهجر في المضاجع، لا تجعل القوارع
في غضب النوازع. إن عجزت عن أن تكون ذا اصطبار فامنن وكن جوادا وأطلق الإسار. فإن عجزت عن أن تكون ذا اصطبار فامنن وكن جوادا وأطلق الإسار. يا ذا الرشاد أمسك، يا ذا الرشاد أمسك بدينك العظيم والزم ولا تجافي صراطه القويم. يا ذا الرشاد أمسك بدينك العظيم والزم ولا تجافي صراطه القويم. يا ذا الرشاد أمسك بدينك العظيم والزم ولا تجافي صراطه القويم. يا ذا الرشاد أمسك بدينك العظيم والزم ولا تجافي صراطه القويم. يا ذا الرشاد أمسك بدينك العظيم والزم ولا تجافي صراطه القويم. يا ذا الرشاد أمسك بدينك العظيم والزم ولا تجافي صراطه القويم. يا ذا الرشاد أمسك بدينك العظيم والزم ولا تجافي صراطه القويم. يا ذا الرشاد أمسك بدينك العظيم والزم ولا تجافي صراطه القويم. يا ذا الرشاد أمسك بدينك العظيم والزم ولا تجافي صراطه القويم. يا ذا الرشاد أمسك بدينك العظيم والزم ولا تجافي صراطه القويم. يا ذا الرشاد أمسك بدينك العظيم والزم ولا تجافي صراطه القويم. يا ذا الرشاد أمسك بدينك العظيم والزم ولا تجافي صراطه القويم. يا ذا الرشاد أمسك بدينك العظيم